بسم الله. عرفتوا داك المصطلح ديال الحاجة اللي عرفوها العرب خليها وهرب. هذا المصطلح كينطبق 100% على الريد بيل. اليوم نهضروا على الريد بيل في المغرب. غنحط لكم التاريخ ديال الريد بيل، كيفاش بدات الريد بيل في العالم وكيفاش تدخلتنا للمغرب، وشنو المشكل ديالي مع هاد الفلسفة ولا هاد الفكر هذا. شنو المشكل اللي عندي معاه؟ نبداو. هيستوريكمون الريد بيل بانت في الغرب، بانت في الغرب و100% بانت في ميريكان مع رولو طوماسي. الا انه الافكار ديال ريد بيل وسورتو داكشي اللي عنده علاقه بالتعامل مع المراه وبالسيكولوجيا ديال المراه بداها واحد السيد سميتو الان سورال. هاد الان سورال هو واحد الكاتب، واحد السوسيولوج فرنساوي، دابا راه عنده شي 68 عام. هو اول واحد بدا التنظير لهاد الفلسفه هذه ديال ريد بيل. ديك الساعه ما كانش سميتها ريد بيل، ديك الساعه كان ما كانش عندها سميتها، ما كانش عندها سميه ديك الساعه، ولكن كان اراسورال من الناس الاولين اللي هضروا في هذا الشيء ديال ريد بيل. الا جينا نمشيو حتى لبعيد راه كاين نيتش هو الاول اللي هضر في الكتاب ديالو ايساي سور لي فام، هضر على الفلسفه ديال كيفاش تتعامل مع المراه وزعما كيفاش جبد لينا الحقيقه اللي كيقولوا ديال المراه. في 98 96 الان سورار بدا كيهضر في هادشي ديال ريد بيل، ولكن الفلسفه ديال ريد بيل ولا الموجه ديال ريد بيل ما بداتش حتى مع الامريكانيين ملي بداوها في لي فوروم ديال 2008 2009. والوجه المشهور ديالهم هو رولو طوماسي. هما كانوا بزاف تيهضروا في لي فوروم وكانوا كينظروا في لي فوروم لهذا الشيء، ولكن رولو طوماسي هو اول واحد خرج من لي فوروم وكتب كتاب. الكتاب ديالو ديال The Rational Male هو اول كتاب تكتب في الريد بيل، اول كتاب اللي بدا لينا هذا الموفمون ديال ريد بيل. مالغري راه سورال كتب قبل منه واحد الكتاب سميتو فيغ لا فيمينيزاسيون اللي تيهضر فيه على تقريبا داكشي ديال ريد بيل، غير هو ما كانش عنده سميه ديال هاد السميه ديال ريد بيل ما كانتش. اذا رولو توماسي بدا هادشي. الكتاب ديالو في 2013 نشرو. نقدروا نقولوا باللي بالكتاب بدات الريد بيل، حيت شحال هادي كانت غير هضره في لي فوروم. اذا الكتاب هو واحد المرجع ولا واحد الاداه ديال التاطير ديال هذا الفكر هذا. اذا 2013 دازت 2014 2015 2016 المغرب ما كيعرف حتى شي حاجه على هذا الشيء. مورا كورونا بالضبط 2021 والاخر ديال 2020 بداو لي كونتنت كرييتر في المغرب كيهضروا على الريد بيل. انا ما عنديش زعما واحد الاطلاع على السوشيال ميديا في المغرب بزاف، ولكن بديت كنشم الريحه ديال ريد بيل في المغرب 2021 بالظهور ديال الشين ديال واحد السيد سميتو رضا بيل، وواحد اخر داك الياس الخريسي داك الشيخ صار. كان واحد السيد في الجزائر سميتو الاخ نجيب. هادو بداو كيدخلوا الريد بيل للوطن العربي. اذا الريد بيل نقدروا نقولوا دخلت للمغرب في 2020 2021. بلاتي قبل ما نكملوا في هاد التاريخ ديال ريد بيل في المغرب، خلينا نهضروا على المعنى ديال ريد بيل. شنو تتعني هاد الريد بيل هادي؟ ريد بيل هي فلسفه ولا مجموعه ديال الافكار اللي الناس اللي صنعوها ولا الناس اللي كيتبناوها تيقولوا عليها انها افكار نخبويه، وافكار اللي كتدعي انها كتفهم الطبيعه ديال المراه، الطبيعه ديال الحياه، وكتحاول ديشيفري لينا ولا تفكك لينا السيستم اون جينيرال، السيستم اللي حاكم العالم. هذا الريد بيل هذا تيحاول يديشيفريه ويفككوا لينا. الريد بيل خرجوا عليها بزاف ديال الطوائف بحال جميع الديانات ولا جميع الافكار. كيكون فكره رئيسيه في الاول واللي هي فكره الحبه الحمراء والحبه الزرقاء. الحبه الحمراء هي الحقيقه بين قوسين، والحبه الزرقاء هي الوهم بين قوسين. حيت كنقول بين قوسين حيت ما كايناش حقيقه مطلقه وما كاينش وهم مطلق. كيف ما كيقولوا العرب كيقول لك افكاري صحيحه قابله للخطا، وافكارك خاطئه تقبل الصواب. بحال ما هكا افكار ديالي صحيحه تقبل الخطا، ولكن افكار ديالك انت واخا خاطئه تقبل الصواب. هذا الشيء اللي كيخلينا ديما دماغنا محلول، نتلقاو افكار جديده ونفكروا ونلقاو راسنا غالطين ونتطوروا. حيت التطور باش كيجيب الاغلاط، ولكن انت كتسحب راسك عارف كل شيء راه ما غتطورش.
وهذا من بين المشاكل اللي عندي مع الريد بيل، غنهضر عليه من بعد. كما قلت الريد بيل عندها بزاف ديال الطوائف. كاين وحدين سميتهم المانس رايت اكتيفيست، الحقوقيين اللي كيدافعوا على حقوق الرجل، هادشي كيف ملي كان. كاينين اللي ميقطعوا هما مان جوين تو دير اون واي. هما واحد الناس اللي كيرفضوا القوانين ديال الزواج وكيرفضوا المنظومه ديال الزواج. وكاين الريد بيل البازيك الساهل اللي داخل المغرب، هو كيفاش تتعامل مع المراه، وهو كيفاش تمانيبيولي المراه، وهو كيفاش ما تمانيبيولاش من عند المراه. هذا هو الخلاصه ديال المحتوى ديال ريد بيل ديال المغرب. راه ما كرهتش انني نقول شي حاجه احسن، ولكن قلبت لي شين ديال ريد بيل وهذا الشيء اللي لقيت. نعطيكم الاسباب علاش كيدار هذا الشيء. دابا للاسف في المغرب الا بغيتي تجيب تفاعل خاصك تهضر على الدريات، خاصك تهضر على الجنس، خاصك تهضر على التصاحب باش تجيب تفاعل. وسيرتو الا درتي المينياتور ديال شي دريه عريانه. وهذا الشيء اللي كيدير صانع محتوى ديال ريد بيل في المغرب، اللي كل احترام ليه وكل تقدير ليه، اللي عنده شي افكار صحيحه صراحه، ولكن كيدير التصاور ديال دريات شويه مثيرين في المينياتور باش يجذب المشاهدين. هاد السيد سميتو برودر حميد على ما اعتقد. نكمل. قلت لك باش تجيب التفاعل في المغرب خاصك تهضر على الدريات وتهضر على لي تكنيك دو مانيبيولاسيون، حيت الاغلبيه فينا دراري شباب اللي كيحاولوا انهم يحصلوا على علاقات مع الدريات. اذا ريد بيل فاش دخل المغرب، دخل واحد ريد بيل اللي ريجيم، ريد بيل لايت، اللي ما فيش لا سفير ايكونوميك، ما فيش لا سفير سوسيال، ودخل غير علاقات الرجل والمراه. ما بقاش سميتو ريد بيل ولا سميتو في المصاحبه ولا في الطلوات. ومن بين المشاكل اللي عندي مع الريد بيل هو الادعاء ان الافكار ديال ريد بيل لا تحتمل الخطا. هي حقيقه. غادي كيهضر معاك هذاك اللي كيصنع المحتوى ديال ريد بيل، تيهضر معاك على اساس ان هاد القوانين اللي كيعطيك ديال الماط، يعني 3 زائد 3 تساوي 6، ما تناقش معايا. فهمتي؟ هذا هو المشكل الكبير اللي مع الريد بيل. والمشكل الثاني هو ان السيبل ولا الناس اللي كيسمعوا للريد بيل هما الدراري الصغار، الدراري اللي ما عندهمش اكسبيريونس في الحياه. الا ما عندكش اكسبيريونس في الحياه وكتسمع للريد بيل، غتصحاب راسك باللي عارف شي حاجه. وهذاك الفكره ديال انك عارف شي حاجه غتخليك ما تتعلم والو في الحياه. حيت باش نتعلموا خاص تكون عندنا واحد التواضع، انك تقول انني ما عارفش، انني ما فاهمش، انني ما عارفش، باش تتعلم. وهكذا كيتعلم الانسان، وتقبل انك تغلط. ولكن الناس اللي مشبعين بالفكر ريد بيل واللي كيبانوا ليا في الكومونتيرات ديال الفيسبوك مزلعين، هما كاملين الدراري صغار. الدراري صغار كنقصد بها من 14 عام حتى 25 ولا 26 ولا 27 عام. علاش علاش في نظرك قلت باللي 26 25 باقيين صغار؟ حيت في المغرب عندنا واحد المشكل كبير. المشكل هو ان الدري واخا كيفوت واحد العمر كيبقى عايش مع والديه. تقدر تلقى واحد عنده 40 عام باقي عايش مع والديه. انا بالنسبه لي الا كنتي باقي عايش مع والديك راك باقي ما احتكيتيش مع الحياه ديال بصح. اذا انت باقي طفل واخا تكون عندك 40 عام. شي الا كانت عندك 40 عام وحياتك كامله عايش مع والديك تيصبروا لك وتيسيقوا لك وتيوجدوا لك الغدا، راك ما عرفتي باقي ما احتكيتيش بالحياه ديال بصح. ولا سمعتي الريد بيل غتسحب باللي عندك شي معلومات اللي خارقه ولا معلومات اللي ما يمكنش تلقاها في شي بلاصه اخرى. ثق بيا نقول لك باللي المعلومات ديال الريد بيل كاين فيهم معلومات اللي زوينه واللي صحيحه، ولكن اغلبهم غتعلمهم مع الحياه. والمعلومه فاش كنتعلموها مع الحياه كتلصق في الراس وكتولي داخله في الشخصيه ديالنا، عكس المعلومه اللي كتشوفها غير في ريل ولا كتقراها في شي بوست. انا بالنسبه لي اكفس وسيله انك تعلم الريد بيل ولا انك تطالع على الريد بيل هي الريلز ولا هي الفيديوهات. علاش؟ حيت الريلز والفيديوهات تيبومبارديونا بالمعلومات. تقدر مثلا في النهار تشوف واحد 100 ريل اللي فيه 20 على الريد بيل، دونك فيه 20 معلومه. 20 معلومه في النهار ما غيبقاش لك الوقت انك تيستيها في بصح واش صحيحه، انك تفكر فيها. راه كاين بزاف الناس اللي كيسمع المعلومه ما كيفكرش كاع فيها وكيولي يتبناها حيت سمعها في شي بلاصه. داكشي علاش الكتوبه عندهم واحد القيمه، باقا حتى دابا عندهم قيمه. علاش؟ حيت كتقرا واحد 20 دقيقه في النهار، كتاخذ واحد 3 ديال المعلومات،
كتفكر فيهم، تقدر تجربهم، تقدر تلقاهم صح، تقدر تلقاهم غلط. حيت هذاك اللي كتب لينا كتاب كيهضر على تجربه شخصيه، ما تيهضرش لينا على قوانين كونيه. في الماط كيخرجوا لي زيكواسيون المعادلات. علاش؟ حيت الماط سيونس اكزاكت. الماط سيونس اكزاكت، اذا معادله مثلا من الدرجه الاولى غتخرج للشينوي نفس النتيجه اللي غتخرج للمغربي، حيت هذا سيونس اكزاكت. ولكن فاش كنهضروا على السيونس سوسيال، ليكونومي، السوسيولوجي، هادشي ديال البوليتيك، هادو دي سيونس سوسيال ما فيهمش سميتهم كيقولوا لهم لي سيونس مول. لي سيونس مول يعني ما فيهمش انكزاكت، داكشي اللي فيهم انكزاكت. يقدر مثلا ناخذوا اي مثال ديال مثلا ان الدريات كيتصرفوا بهذه الطريقه، الا مشيتي غير لمجتمع اخر غتلقى العكس. فهمتي؟ غتلقى الناس كيتصرفوا بطريقه اخرى. علاش؟ حيت لومان كومبلكس، لومان كيأثر عليه بزاف ديال الحوايج. الصغر ديالك، الجينات ديالك، لونتوراج ديالك، الدوله ديالك، اللغه ديالك. شي اللغه راه كتلعب واحد الدور كبير في التشكل ديال المخ ديالك. اللغه كتلعب دور كبير في التشكل ديالو. دري صغير تيهضر بالدارجه ماشي هو دري صغير كبر كيهضر بالونجلي. وما يمكنش نشدوا قانون ديال واحد خرجوا واحد كيهضر بالونجلي على هاد الدري كيهضر بالدارجه وعنده ثقافه مغربيه. هذا هو المشكل الكبير، هو ان بنادم كيدير كوبي كولي الهضره ديال الريد بيل ديال اوروبا ولا ديال الامريكان، وكيجي كيطبقها على المجتمع المغربي. واللي نقدر نقول لك كاين شي حوايج صحاح، زعما راه حنا ما تنقولوش باللي كل شيء في الريد بيل غلط. انا كنحاول نسوليني ولا نديروا واحد خط احمر على شي حوايج، على شي مشاكل اللي كاينين في الريد بيل ديال المغرب. مادام حنا كنسولينيو نصحوا لعباد الله، اجي نديروا واحد الدور على الناس اللي كيهضروا في الريد بيل في المغرب، ونشوفوا شنو كيبان لي انا فيهم. هذا رايي شخصي، اللي كيبان لي انا فيهم نقدر نكون غلط، واللي زعما تقلق من هاد الهضره هذه ماشي مشكل، يمشي، يقدر يمشي ما يكملش الفيديو. حيت للاسف ولا ال- الناس ديال ريد بيل في المغرب ولاو ما خصكش تنتقدهم، ولا عندهم واحد الجيش ديال العبيد اللي كيدافعوا عليه، ولا جيش ديال واحد العبيد كيدافعوا عليه، كيقول لك لا ما تهضرش على هذا السيد، انت عارف، انت مدوز. هذا هو المشكل. اذا هنا غنحاولوا ننتقدوا الافكار وما غنهضروش على الانسان. غنحاولوا نبداو. اول واحد زعما اللي جاني في بالي فاش بديت كنهضر على الريد بيل هو بوشان. هو داك السيد سميتو عبد الكريم بوشان. هاد السيد هذا الناس اللي ما كيعرفوش، هو واحد السيد عنده 72 عام، ساكن في النرويج. شحال هادي شي 20 عام ولا واحد 25 عام تزوج بواحد المراه مغربيه. هبط للمغرب تزوج بها وطلع داها مع النرويج. هاد المراه على حساب ما كيقول، حنا ما سمعناش الهضره ديالها، هي كنسمعوا غير الهضره ديالو. على حساب ما كيقول كانت خدامه في بار في المغرب، طلع على النرويج، طلقاتو ولقاها كتنعس مع شي ناس اخرين، مع شي رجال اخرين، وداتو للحبس ودات ليه فلوسو وداك الشيء. هاد السيد بقى 25 عام وكيهضر عليها في يوتيوب، دار شي 1200 فيديو كيهضر على هاد المراه وتيسب في زعما فيها هي، وتيقول لك المراوات الحلوميات هاد السيد هذا انا كيجيني كارثه انك سمعتي ليه. هضرته كامله مبنيه على تجربه شخصيه، والملاحظ انه ما عندوش تجارب بزاف مع العيالات. علاش؟ حيت اللي ما عندوش تجارب بزاف هو كتكون في ديك لا نايفتي، كيكون نايف. عرفت شنو كيقولوا لها بالعربيه؟ ساذج، تيكون ساذج. هاد السيد هذا نعطيكم مثال على السذاجه ديالو واخا عنده 72 عام. هاد السيد هذا واخا عنده 72 عام، انا كيبان لي بحال عنده 21 عام. حيت الا تفرجتي في الفيديوهات ديالو، ننصحكم تفرجوا في الفيديو ديالو. راه دار واحد البودكاست مؤخرا، كتب غير عبد الكريم بوشان بودكاست غيطلع لك، راه فيه شي 200 الف فيو. غتشوف باللي الدري السيد باقي صغير، واخا راجل كبير السيد دماغو صغير. هاد السيد تزوج 3 المرات. المره الاولى يتزوج بها هي هذيك المره اللي سميتها الذهبي شي حاجه، كانت قال لك خدامه في بار. المره الثانيه كانت اس دي اف هيبي. شنو هي اس دي اف؟ هي سون دوميسيل فيكس، مرة ساكنه في الزنقه. خدا وحده نرويجيه كتسكن في الزنقه، متخلى عنها ولا ما نعرف، بحال هذوك المساكن اللي كيدوروا في الزنقه تزوج بها.
هذه هي الثانيه. والثالثه حتى هي شي وحده كانت خدامه حتى هي في شي بار ولا ما نعرف علاه بحسب ما كيقول، وهادو بثلاثه طلقهم ولا طلقوه ودار معاهم الولاد. اذا هاد السيد ما كيتعلمش من الاخطاء ديالو. هاد السيد تيعاود نفس الغلط وكيبقى نفس العام كيعاود نفس الغلط. اذا هذا واخا عنده 72 عام الحياه ما علماتو والو. اذا ما عندهم باش ينفعنا. عبد الكريم بوشان ما عندوش باش ينفعك. خذ هذه خذها من عندي، مع احتراماتي ليه بطبيعه الحال. ندوزو للسيد الثاني هو دوغلاس. دوغلاس هو واحد السيد كنظن عنده واحد 29 عام، ساكن في الرباط، الاصل ديالو من طنجة، خدام في سونتر دابيل على ما اعتقد. هاد السيد هذا كنظن باللي الهضره ديالو ما خصكش تاخذها ما تاخذهاش بجديه ولا ما ديرش بها. علاش؟ حيت دوغلاس كيقلب على انه يتشهر، باينه من لي ريل ديالو، كتبان في لي لايف ديالو. السيد باغي يدير فلوس من هذا الشيء، وهذا الشيء راه ما فيش مشكل. تقدر دير فلوس من اي حاجه بغيتي. غير هو الا كنتي كتحب بلي دوغلاس انسان كتخاد منه المعلومه غادي يغلطك في بزاف ديال الحوايج، لدرجه انه كيولي اكستريم في شي حوايج باش انه يجيب لي التعاليق ولي جيم ولي بارطاج. حيت هو بالنسبه ليه كلشي كيلعب على لي جيم ولا لي فيو. الا دار شي حاجه زعما مثلا جابت لي بزاف ديال الكومونتيرات خايبين، هو كيشوفهم انهم اونغاجمون وكيشوفها مزيانه للشين ديالو. هاد دوغلاس هذا ما كنصحكمش انكم تسمعوا ليه. ومؤخرا حيت انا تفرجت فيه شحال هادي، درت عليه طله مؤخرا، لقيتو كيدير لايفات كيحاول يدير اشهار للبروتين. واحد السيد كيبيع لي بروتين كيدير لي اشهار. وتخيل الديسكور ديالو تبدل تماما من شحال هادي لدابا. علاش؟ حيت عنده اشهار ديال واحد الشركه، بدل الديسكور ديالو تماما. اذا هذا السيد لا يؤخذ برايه، انسان تابع غير الفلوس الله يسهل عليه. نهضروا على السيد الثالث اللي هو رضا بيل. هذا رضا بيل هذا هو نقطه الضوء الوحيده فهاد المانوسفير كامل ديال ريد بيل في المغرب. تفرجت ليه في شي فيديوهات، عنده شي هضره معقوله. السيد باينه فيه بعقله، السيد باينه فيه عنده ما يقول، تقدر تتعلم منه، مدوز في الحياه. ما عندناش معلومات كثيرين عليه، ولكن انا كنصح بالناس زعما اللي كيبغيو يتعلموا في ريد بيل ولا يبغيو غير يطلعوا عليه يشوفوا هذا السيد هذا. واخا عنده بزاف ديال الحوايج اللي ممكن نناقشوهم، ولكن على العموم سيد مزيان. رضا بيل سيد مزيان. هادو الثلاثه ديال الناس الوجوه ديال ريد بيل في المغرب حاولنا غير ندوزو عليهم طله. الا بغينا نزيدو غنزيدو داك الخريسي الياس. انا بالنسبه لي هذاك ما يستاهلش اننا نهضروا عليه. الخريسي الياس عنده واحد لاجوندا ديال انه ديال الاسلام تيحاول يطبقها في الريد بيل. عنده روينه في الدماغ ديالو. خريسي الياس تفرجت لي شي بودكاستات ديالو، السيد ماشي كونسيستون، ما عندوش فكره وحده كيدافع عليها، ولا عنده بزاف ديال الافكار وهو دماغه مخربق بالافكار. اذا ما عندنا من نستافدوا منه. زعما نقدروا نستافدوا منه اننا ما نديروش الاغلاط اللي كيدير مثلا، اما باش نستافدوا منه ما كنظنش. دابا اجي نهضروا دابا على التاثير ديال ريد بيل على الدراري الصغار. كما قلت لك دابا دري صغير مثلا، ناخذ واحد الدري عنده 18 عام بقى كيتفرج في لي ريل ديال ريد بيل. هو اخيب وسيله باش تفرج في المحتوى ديال ريد بيل هو لي ريل. تفرج بواحد عامين، اذا راسو عمر بالمعلومات. فاش راسك كيعمر بالمعلومات كتقول باللي انا عارف. واخا هو باقي ما دار ما دمج في الحياه، ما تزوج ما تصاحب ما دخل في ما نعس مع دريات ما والو، كاين كيسحب راسو عارف. اذا تيولي كيرفض انه يتعلم. وفاش كترفض انك تتعلم كتحكم على راسك بالفشل. واحد عنده 20 عام الا ما بغاش يتعلم، وسيرتو العشرينات هو عمر التعلم، شي العشرينات من 20 حتى 30 خصك تبقى تغلط 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 تتعلم. حيت هذا هو العمر اللي خصك تتعلم فيه، باش فاش تكبر ما ديرش هاد الاغلاط هادو. مثلا في العشرينات كيخصك انك تصاحب مع شي دريه وانها تمشي وتخليك. علاش؟ باش تتعلم، باش تعرف باللي ماشي غير الدريات، باللي الجنس الطرف الاخر ما خصناش نعولوا عليه، لا دري لا دريه، لا صاحب لا صاحبه. كيخصنا نكونوا مكتفين بالذات ديالنا، مكتفين بالدماغ ديالنا، مكتفين بالفلوس ديالنا. وداك الطرف الاخر يكون غير واحد بحال شي اجو كنديروه في الاخر، ماشي الاساس، ولكن بحال شي قرفه ولا شي كوكاو كيتحط فوق السفه.
اما الاصل ديالك خص تكون هو انت، هو الدماغ ديالك، هو الكومبيتونس ديالك، هو القرايه ديالك الى اخره. وزعما النصيحه الوحيده اللي كنت غنعطيها لك هو عيش حياتك، عيش الحياه ديالك، وخلي المعلومات ديال ريد بيل ثانويه. عيش، دير التجارب ديالك. المعلومات اللي سمعتي من ريد بيل راه تجارب ديال ناس اخرين، تجارب ديال رولو طوماسي، حيت المغرب اغلبيه ديال صناع المحتوى ديال ريد بيل كيجيبوا التجارب ديال رولو طوماسي اللي كاتبهم في الكتاب ديال دراشون الميل، الرجل العقلاني، وكيحطوهم في الريلز. هادشي اللي كيديروا كيترجموا. ما نجيك من الاخر، المشكله معاهم انهم ما تيقولوش السورس ديال الهضره ديالهم. مثلا دوغلاس عمرو غيقول لك باللي الافكار ديالو جايه من الكتاب ديال رولو طوماسي، باللي هو غير كيترجم. لدرجه انه واحد النهار سولو واحد السيد في لايف قال ليه الكتوبه اللي نقرا، هو يقول ليه دوغلاس انا ما كنقراش الكتوبه، زعما ما كنتيقش في داكشي اللي مكتوب في الكتوبه. وهذه كذوب، هذه كذوب، حيت انا عارف بلي الاغلبيه ديال الهضره اللي في دماغك جايه من داك الكتاب، الا انك تستعمل بعض المرات الهضره اللي تيقول كتستعملها حرفيا، ما كتبدل فيها والو. ولا بغيتي تثقف في الريد بيل، زعما اللي كيسمع ليا دابا، الا بغيتي تثقف في الريد بيل سير قرا رولو طوماسي، سير قرا شوبنهاور ايساي سور لي فا، سير قرا هذاك الكتاب ديال فيغ لا فيمينيزاسيون ديال الان سورال، سير قرا الكتاب ديال دافيد ديدا ذا واي اوف ذا سوبيريور مان. هذا هو اكثر، هذا الكتاب ديال ذا واي اوف ذا سوبيريور مان هو اكثر كتاب قريته متوازن، اكثر كتاب اللي الا قريتيه غتقول هذا السيد اللي كتبه سيد مدوز في الحياه، سيد عطينا التجربه ديال 50 عام ديالو في الحياه حاطه في كتاب، كتاب اللي فيه تجارب صغيره، اللي فيه معنى ديال الحياه. هذا الكتاب راه قريته شي 3 ولا مع 4 ديال المرات، وكل مره كنفهم شي حاجه جديده فيه. علاش؟ حيت كيخصك تعيش باش تفهم داكشي اللي مكتوب في داك الكتاب. الا قريتي الكتاب وانت ما عايش ما غتفهموش، ما غتفهمش شنو كيعني لك. واول نصيحه تيعطيه في الكتاب دافيد ديدا كيقول لك باللي الراجل باش يولي راجل خصو يعيش على اساس ان الوالد ديالو مات. هاد اللعيبه هادي ما غتفهمهاش تنهار تخرج من داركم، تنهار تعيش على هاد الاساس هادي. حيت فاش كتعيش على هاد الاساس كتبدل الحياه ديالك، كتولي تفاري امورك. خسرتي شي حاجه في الدار غتصايبها، ما بقاوش عندك في الفلوس غتموت بالجوع، ما عندك ما دير، ما كاينش الوليد ديالك في الحياه. وباش تولي راجل خاصك تعيش هاد الشيء، وباش تعيش هاد الشيء خاصك تجربه في الحياه، عاد تقراه ولا قراه وجربه. ما خصكش تبقى غير تقرا ولا تبقى غير تستقبل. دير تجارب ديالك، دير تجارب ديالك، دير تجارب ديالك. هنا غادي نختم الفيديو. الا عندك شي كومونتير، شي حاجه بانت لك ما هياش، تقدر تحطها في الكومونتيرات غنجاوبك، حيت كنجاوب كلشي. حياك الله.